السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى رمضان على الابواب، فاحنا قلنا ايه هنعمل بقى مع بعض كده فول. يعني ممكن تاكليه دلوقتي في الفطار وفي السحور في الغداء او في العشاء، وكمان ايه في السحور بتاع رمضان. تعالوا بقى بينا نعمل مع بعض شوية فول مدمس بطريقة سهلة وجميلة جدا، وهقول لكم على تكاية صغيرة هتخليه يستوي معاكم بسرعة وما يسودش منك أبدا، وطعمه مختلف تماما عن أي طريقة شفتيها قبل كده. بس عايزاكم بقى ايه يعني تبقوا معايا لاخر الفيديو علشان اقول لكم ايه على الحاجات اللي هي خليته اللون الجميل دوت وما ايه وما سودش منك ابدا. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونخش نشوف المكونات والطريقة. انا جبت ايه يعني كيلو الا ربع فول، عشان انا الدماسة بتاعتي ما بتاخدش اكتر من كيلو الا ربع بايه بجانب الاضافات يعني اللي انا بحطها دي كلها. فنقعته بقى ايه من بالليل عشان اقوم اعمله الصبح. لو انت عايزه تعمليه من بالليل تنقعيه من الصبح، المهم يعني تنقعيه يعني قبلها بليله عشان برضو يديكي ايه بقى النتيجه جميله جدا. وجبت بقى جزرايه كبيره، طبعا غسلتها وقشرتها، او انت بقى ايه يعني اكحتيها كده زي الكوسه عشان ما تضيعيش الفيتامين اللي تحت القشره بتاعتها. وبشوريها بالمبشره. ونقعت بقى كمان ايه نص كوبايه فول مدشوش، اللي هي بقى اصبحت ايه كوبايه قدامكم دي، المفروض دي تتنقع مع الفول، بس انا ايه نقعتها بره عشان اوريها لكم. يعني نص كوبايه الفول المدشوش بتديكي كوبايه. ومعايا بقى طماطميه كبيره متقطعه وليمونه وفص ثوم واحد، ونص برضو كوبايه عدس مغسول، ومديكي برضو ايه الكميه الكبيره دي. جبت بقى الدماسه بتاعتي، لو انت عايزه برضو تعمليه في حله عادي جدا، بس انا ايه يعني متعوده ان انا بعمله في الدماسه. نزلت بقى بالفول بعد ما نقعته كده وغسلته مرتين وصفيته. نزلت بالفول على الدماسة زي ما انتوا كده اهو شايفيني. بعد كده حطيت عليه الجزرايه الكبيرة دي المبشورة، زي ما قلت لك ايه يعني تكحتيها كده زي الكوسة، ما تقشرهاش عشان الفايدة بتاعت القشر او الفايدة اللي تحت القشر ما تروحش منك. بعد كده بقى حطيت اهي نص كوباية العدس برضو اللي مغسولة دي، ما اتنقعتش، دي اتغسلت بس وصفيتها. وحطيت برضه اهو كمان معاكم نص ايه كوبايه الفول المدشوش برضه اللي هي ادتنا الكوبايه الكامله قدامك دي. حطيت بقى فص الثوم ووراهم ايه الطماطمايه اللي متقطعه. والليمونه بقى يا دوبك بس ايه غزيتها بالسكينه كده بس، لكن ما تقطعهاش ولا ايه ولا تصفيها ولا تعصريها. انزلي بقى عليهم بالميه السخنه، تكون انت بقى محضره الميه السخنه كده وانزلي عليهم بيها. ويعني خلي الميه يا دوبك هي تبقى سنه فوق، انا ما بديش بقى مساحه كبيره فوق كده خالص في الدماسه، علشان ايه علشان ما تسودش من فوق والفول ما يعملش ايه طبقه كده سودا، لا يعني حاجه كده ايه قدامك بتبقى حلوه وجميل قوي. ونص بقى معلقه بيكنج باودر صغيره، شفتوها بقى زي ما انتوا شفتوها كده، نص معلقه صغيره، يعني دي مش هتاثر معاكي في حاجه ولا هيبان طعمها ولا في حاجه خالص. جبناه بقى طبعا حطيناه على العين بتاعه البوتاجاز. بعد بقى ما يغلى معاكي يعني يغلي كده شويه مع بعض، وهي كده كده الميه كانت سخنه، فهو هتحطيه على العين البوتاجاز هتلاقيه يعني غلي معاكي بسرعه. مفيش دقيقتين وتروحي بقى انت جايبه ايه الغطا بتاع الدماسه، او زي ما انتم شايفينه كده بصوا غلي، حطيها بقى عليها بس واربيها سنه. ليه بقى؟ علشان ايه اما تغطيها كده على طول هتفور منك. ووطي العين على زي الشمعة، يعني ما تخليهاش عالية. بصي وما تتأيديش بميعاد، يعني انتي سيبي الفول براحته كده ياخد راحته لحد ما يستوي. ليه بقى؟ عشان كل فولة بتختلف عن التانية، وده بتاخد وقت دي ما بتاخدش. بس الفولة الجميلة اللي هي البلدي اللي احنا متعودين عليها، الفولة البلدي الجميلة دي اللي بتبقى حلوة قوي في التدميس وطعمها جميل قوي قوي. اهو سبته بقى ايه خد كفايته كده زي ما انتوا شايفين. بصوا لا حطيت عليه لون ولا حطيت له حاجه كده عشان تغير لونه خالص، وزي ما انتوا شايفين قدامكم بص الجمال، يعني الفول بيتكلم عن نفسه، حاجه جميله جدا. وبصوا يعني هو اصلا كمان اتهرى في قلب الدماسه، مش محتاج منك ان انت كمان ايه تهرسيه. هنجيب بقى طبق يلا كده ونعمل مع بعض كده طبق فول جميل قوي كده زي ما انتوا شايفينه، اللون خطير قدامكم وايه والريحه جميله جدا. حطيت بقى عليه ايه بقى، شوفوا التكايه الحلوه دي بقى، معلقتين بليله. البليله ديت انا كنت ايه عاملاها ومفرزاها حاطه كيس في الفريزر. فالبليله دي كان المفروض انت برضو تنقعي نص كوبايه مع الفول، يعني كنت تنقعي نص كوبايه ويستوي معاه. لكن انا بقى عشان كانت عندي في الفريزر فجبتها وحطيت على الطبق اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي، وهتشوفي بقى الجمال بتاعه. ليه بقى؟ لان البليله اللي هي الغله دي القمح
طعمها جميل جدا، وبتزيد من الفيتامينات اللي في الفول. يعني بتزيد كمان من الطعم والحلاوة، وفيها برضو ايه فيتامينات عالية. وانا كنت عملتها في فيديو قبل كده طريقة عمل البليلة، يعني ايه خشوا عليه وشوفوها. حطيت بقى عليه خلاص كده والكمون وملح وفلفل اسمر، وعصرت عليه نص ليمونه وقلبته كله مع بعض. وفي الاخر خالص حطيت ايه بقى، حطيت شويه الزيت. يعني انت ما بتحطي بقى الزيت كمان من فوق كده، يعني بيبقى حلو قوي قوي لما تقلبي بقى قدامك وانت بتاكليه، جميل جدا. وفي ناس برضو بتستعمل السمنه البلدي مش الزيت، او الزيت الحار لو انتوا تعرفوه برضو قبل كده. فبيبقى في كل الحالات الطعم خطير وجميل جدا، واللون قدامكم. يعني انا مش عايزه اقول لكم، فول فاخر من الاخر. وايه بقى البليله بقى اللي كانت زياده اللي عندي بقى ديت، رحت قلبت بقى حبه الفول اللي كانوا في الدماسه بقى الاخاره، حطيتهم في طبق وقلبت عليهم بقى شويه البليله دول، وكيستهم وحطيتهم في الفريزر ايه عند الاستعمال. لما تيجي بقى عشان تكوني عايزاها على طول في اي وقت، هتطلعيها على طول ايه وتعمليها بقى زي ما انت كده. او ممكن برضو ايه تقطعي عليه برضو طماطمايه كده وفلفلايه خضراء. واخر جمال، عايزاكم بقى تجربوه، هيعجبكم جدا جدا جدا، وحاجه جميله جدا وسهله وطريقه حلوه قوي. اللي اول مره بقى يشوف القناه يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.